اكسب من سموحه وانت في اول الدوري. مفيش حاجه الكلام ده مش الاهلي. احنا مش هنجرب سيناريو جريدو بسيرو. انت جبت الاداره، مفيش اي تحرك، جماهير مفيش جماهير، مفيش اي حاجه. في بس دور. كل حاجه في النادي بتتدمر، كل حاجه ماشيه غلط، مفيش حد حاسس بحاجه. بس بقى يا شيخ، بس يا شيخ قطعتي قلبي، ما تعمليش في نفسك كده اللي في بطنك يا اختي. الناس اللي هي بتدخل تقول لي انت كل شويه بتشتم جمهور الاهلي، كل شويه بتغلط في الاهلاويه، وكل شويه بتعمل وبتسوي فيهم. على فكره لا، انا ما بجيش جنب الاهلاويه خالص. هو فصيل معين قد كده، صغير قوي كده، اللي هم ما بيفهموش كوره وبيزيطوا. هم دول اللي انا طالع بطلع اتكلم عنهم، هم دول اللي انا بطلع انتقدهم مش بشتمهم. فالناس تاخد مبرر ان انا بشتم الجمهور الاهلي، فياخدوها مبرر ان هم يطلعوا يشتموني بقى باهلي، بابويا، بامي، باي حاجه. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، ان صحابي اهلاويه، اخواتي اهلاويه، ابويا اهلاوي، قرايبي اهلاويه، عادي جدا. يعني مش هينفع اطلع اغلط في الجمهور بشخصه. هو الناس دي المعينه اللي هي ما بتفهمش وبتزيد، ومش بغلط فيهم، انا بطلع احط على دماغهم مش اكتر. بس يعني على سبيل المثال ابسط حاجه، واحد دخل كتب لي كومنت بيقول لي انا هقول لك بقى على الناحيه، قول بقى يا موهبه، الاهلي يتغلب الزمالك يتغلب، الاهلي يتعادل الزمالك يتعادل، الاهلي يكسب الزمالك يكسب. عارف ليه؟ عشان الاهلي اسيادكم. يا ابن العبيط، انت امك عارفه ان انت اهبل وابن هبله؟ انت امك عارفه ان انت عبيط ياض ولا ايه؟ ازاي بقى اهو؟ يلا بقى ازاي؟ اشرح لي بقى يعني ايه الاهلي اسيادنا فاحنا بنتغلب ونتعادل؟ انا مين؟ انا ما بتعادلش، الزمالك اللي بيتعادل. مستغرب جدا من الناس اللي هي بتيجي تقف لي على الواحده، مثلا كتبت اي مثلا كومنت فيه لفظ خارج، قلت اي حاجه، عادي اي حد بيغلط، اي حد بيقول اي كلام، اي لفظ، اي نيله. بستغرب جدا بقى من الناس اللي تيجي تقول لي ايه هي دي اخلاق الزملكاويه. ما انتوا زملكاويه هم كده. طب انت ليه حصرت قله الادب في الزملكاويه؟ طب انت ليه ما تقولش مثلا هي دي اخلاق اللي عندهم 24 سنه، هي دي اخلاق اللي اسمهم محمد سامي، هي دي اخلاق اللي طولهم 172 سم كده مثلا؟ ليه ما تقولش كده؟ ليه حصرتها في ان هي دي اخلاق الزملكاويه؟ هو انت الترس اذكار الصباح والمساء بتشجع النادي الاهلي المصري السديسي؟ ما تبقاش متخلف وتيجي تتكلم تقول اي كلام واهبل وخلاص، تاخد الكلام من هنا كوبي تروح راقعه في اي حته في اي كومنت كده. انتوا طول عمركم كده هم متخلفين، وهفضل طول عمري اقول عليكم ان انتوا متخلفين يا جاموسه. النهارده بتفرج على الماتش بتاع الزمالك وبتروجيت، فانا حاسس ان طارق حامد ومعروف يوسف بينفذوا تعليمات طلعت يوسف بالملي اللي هو بيعملوا له اللي هو عايزه. اكتر واحد في الدنيا استغربت ان احمد دودار طلع بره التشكيله خالص. طب انا عايز افهم، هو علي جبر دلوقتي بدا يعمل كده ليه وينزل تحت خالص؟ طب خلاص مستواه قل، ابدا لاعب احمد دودار فورمه وبيلعب ماتشات والكلام ده. مش همرض هو كده. تحس ان كل سنه لينا مدرب كده يجيب لنا جلطه، لازم يجيب لنا شلل، لو ما تشلناش نتحرق والله العظيم. فرق الدوري السنه دي انا حاسس ان هي جت اتلمت من ورا الاهلي والزمالك واجتمعوا واتفقوا ان هم هيجوا قدام كل ماتش اهلي وزمالك وهيدافعوا، اللي هو مش ولا ده هيكسب ولا ده هيكسب، ونيجي في الاخر نكتشف ان ولا الاهلي ولا الزمالك هياخد الدوري السنه دي، واللي هتاخد الدوري اسوان. انا عايزكم بقى ايه تفتكروا الكلمه دي كويس. البنات اللي هي اول مره تشوفني وعمرها ما شافت لي فيديو قبل كده، احب اقول لك حاجه واحده بس، ما تدخليش في كومنت تفضلي تشتميني، ما تدخليش تفضلي تقولي لي احنا اسيادكم، احنا حارقينكم، احنا انتوا ما بتفهموش، انتوا بهايم، انتوا متخلفين، وانا بطلع احط عليكم. يعني هتتكلمي هجيبك يوم القفل اللي جابت امك وهتكلم عنك في الفيديو الجاي، فاحسن لك اتفرجي وانت ساكته بس خلاص.